يا دوب خلصنا النوت 50. ريلمي دخلت علينا بالسي 65 وبصراحة انا شايف جهاز شيك جدا في الفئة السعرية دي. يلا بينا مع بعض نتكلم عن الجهاز ونشوف مواصفاته والشكل والتصميم الجديد اللي مقدماه ريلمي. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد بموبايل جديد وهو ريلمي سي 65. من الواضح السنة دي ان ريلمي مركزة بشكل كبير جدا في التصميم، والكلام ده شفناه في جهاز ريلمي ال 12 برو وال 12 برو بلس، وكمان شفناه في النوت 50 اللي يعتبر جهاز في الفئة الاقتصادية، وكان شكله مناسب جدا وشكله كان اكتر من رائع. والنهاردة هنتكلم عن السي 65 اللي جاي في الفئة المتوسطة، واللي انا شايف ان التصميم الجديد بتاعه يشبه تصميم اجهزه فلاج شيب كتيره في السوق، وخاصه اجهزه سامسونج. بالنسبه لتصميم الجهاز، ظهر الجهاز جاي لامع شويه بخامات بلاستيك مش ازاز. كنت اتمنى الظهر بتاعه يبقى ازاز، لكن من الصعب ان احنا نلاقي ظهر ازاز في الفئه السعريه دي. وبالنسبه لتصميم الكاميرات جايه بشكل طولي، وزي ما قلنا الشكل ده انا شايف ان هو شكل اجهزه فلاج شيب خاصة أجهزة سامسونج. ولو هنيجي نشوف الإطار من الناحية اليمين هنلاقي الجهاز جاي زرار الباور على اليمين، وفي نفس الوقت زرار الفوليوم اللي بيعلي واللي بيوطي الصوت. ولو هنيجي نشوف أسفل الجهاز من اليمين للشمال هنلاقي أول حاجة عندنا السبيكر، تاني حاجة مكان منفذ الشحن اللي هو تايب سي، والمايك ومخرج السماعة اللي لسه لغاية النهاردة ريلمي محتفظة بيه في الفئة السعرية دي. وبالنسبة للجانب الشمال مفيش غير منفذ الشرايح، ومن الحاجات اللي بتميز الجهاز ده ان هو بيدعم خطين وتقدر تضيف كارت ميموري في نفس الوقت اب تو 2 تيرا. اما الجانب العلوي مفهوش اي حاجة، كنت اتمنى الاقي مايك عازل للضوضاء، لكن الجهاز مفهوش مايك عازل للضوضاء. وفي حاجة تانية بتميز الجهاز جنب التصميم بتاعه اللي هو وزنه يعتبر خفيف جدا، وهو 185 جرام، والسمك بتاعه قليل وهو جاي 7.6. اما بالنسبة للشاشة، شاشة الجهاز جاي 6.6 IPS LCD، وبالنسبة للريفرش ريت جاي 90 هرتز، والشاشة بتدعم 625 نتس، ونسبة استحواذها تعتبر 85%. وبرغم ان الشاشة جاية IPS لكن جربتها في الفيديوهات، انا شايف الجودة بتاعتها تعتبر مقبولة جدا وتقدر تعتمد عليها ومش هتضايقك في الاستخدام، ومش هتحس ان انت شاري جهاز بجودة قليلة. الجهاز جاي باندرويد 14، وكمان مقاوم للمية والاتربة بشهادة IP 54. اما بالنسبه لبروسيسور الجهاز جاي ببروسيسور الميديا تك الجي 85 اللي يعتبر مخصص للالعاب. وبالنسبه للناس الجيمر، انا جربت الجهاز في لعبه تقيله زي بابجي، اداني اداء مستقر وكنت راضي عن تجربه الجهاز في لعبه زي دي. الجهاز جاي بنسخه 8 جيجا رام 256، وكمان تقدر تعلي الرام بتاعه لغايه 8 جيجا رام تانية، يعني هيديلك 16 جيجا رام 256. لكن اللي بيميز الجهاز ان هو جاي بشاحن سوبر فوك 45 واط مع بطاريه 5000 ملي امبير، يعني معاك بطاريه هتعيش معاك وهتسد معاك في استخداماتك اليوميه، وفي نفس الوقت معاك شاحن سريع 45 واط هتقدر تعتمد عليه. وبالنسبه لعوامل الامان في الجهاز جاي ببصمه جانبيه تعتبر سريعه، وفي نفس الوقت بيدعم الفيس انلوك، وجربت الفيس انلوك والبصمه الجانبيه والاثنين بيقدموا اداء رائع. وبالنسبه لكاميرات الجهاز، الكاميرا الخلفيه جايه 50 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل. ودي مجموعه من الصور صورتها بالجهاز في اضاءه مختلفه سواء الصبح او بالليل، وجربت النايت مود. الموبايل كان بيديني اداء كويس جدا في النهار، وبالنسبه للاضاءه الليليه الكاميرا بتاعته تعتبر بالنسبه لي مقبوله، لكن بالنسبه للنايت مود كان اداء النايت مود عجبني، والجهاز اداني اداء تقدر تعتمد عليك وهيخرج لك صوره كويسه عينك تحب تشوفها. اما بالنسبه لتصوير الفيديو فالجهاز بيصور بدقه الفول اتش دي 1080 30 فريم في الثانيه. وبرده في الفيديوهات عندك كذا وضعيه تقدر تختار وتصور بيها، زي وضعيه البروفيشنال مود، وتقدر تصور سلو موشن، وكمان تايم لابس. وعندك ميزه كويسه في الجهاز الاي كومفورت، ودي للناس اللي بتستخدم الموبايل لعدد ساعات طويله، دي بتقلل من الضوء الازرق اللي بيبقى خارج من الجهاز اللي بيضر العين. وريلمي كمان في الجهاز ده مجمده قلبها ومديالك ضمان 4 سنين ثبات على السوفت وير، ان الاداء هيديلك اداء مستقر لمده 4 سنين من غير اي لاج او اي تهنيج. اما بالنسبه لمحتويات العلبه، الجهاز جاي معاه جراب سيليكون شفاف، ووصله تايب سي،
وشاحن سوبر فوك 45 واط يشحن لك الموبايل من 0 ل 100% في حوالي ساعة وربع. وده كان انطباعي عن الجهاز خلال تجربتي اللي انا حبيت انقلها لكم، واقدر اقول لك ان الجهاز في الفئة المتوسطة بالمواصفات بتاعته تقدر ان انت تعتمد عليه، وشايف ان المواصفات مع التصميم والشكل يعتبر مناسب جدا لجهاز هتشيله في الفئة المتوسطة. بشكركم وبتمنى نكون استفدنا في الفيديو وما كنتش طولت عليكم. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.